السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. اليوم راح أسوي لكم طبق يا رب إن ينال إعجابكم. وطبعا من بنات أفكاري الطبخة، أول شي سويت أخذت البطاطا والطماطة، قشرت البطاطا وهرست الطماطة، ومن ثم سويت الرز وخليت فيه البهارات الصحيحة وأيضا الملح. بعدين رحت أجهز الطنجرة وخليت فيها البطاطا، وأيضا خليت فوقها الدهن. ومن ثم أخذت الخليط الطماطم المهروس وخليته فوق البطاطات يستوي مع بعض. ومن ثم أضفت قطعتين من الفلفل الحار، وأخذت ربع دجاجة وخليتها فوق الفلفل الحار. وأيضا أخذت قطع من الفلفل البارد المفرزنات اللي مسويتنهم في الفريزر، وأضفتهم فوق الدجاجة. وأخذت أيضا ملعقة واحدة من مفرزنات التابل، أضفتهم فوق الدجاج والفلفل الأخضر. وأيضا أضفت ملعقة صغيرة واحدة من البقدونس، وخليتهم كلهم يمتزجوا مع بعض، يتسبكوا مع بعض وياخدوا راحتهم مع بعض. خلوا درجة الحرارة منخفضة مشان الدجاج يستوي، وأيضا البطاطات يستوي ويطلع عصير الطماطم ويتسبكوا مع الدهن. أضفت من البهارات البحرينية بهارات الدجاج المطحون، وأضفت ملعقة من الملح، وأيضا أضفت ملعقة من الكركم ومزجتهم كلهم مع بعض زين ما زين. أضفت أضفت البصل، كميتين من البصل مع المكونات، وخليتهم يمتزجوا مع بعض ويتسبكوا مع بعض. آخر شي أضفت كمية قليلة من الماء بعد ما تسبكوا ونشف المكونات. بعدين رحت سويت لنا فيمتو، أخذت فيمتو خليته في الجيك، نسميه هذا جيك. وأخذت سكر، وأضفت السكر وأضفت الماي، واستوى عندنا الفيمتو وخليته عندنا في الفريزر يجهز إلى وقت الفطور. جهز الرز، وحان إني أشيل من الرز، وشلت تقريبا 3/4 الرز. هو على حسب الرغبة، أي قد انتي تبين تشيلين تقدرين تشيلين. أنا شلت 3/4 الرز وخليت كمية بسيطة. بعدين أخذت القدر اللي فيه الدجاجة، وأضفت البطاطات في القدر بالترتيب، وأضفت الدجاجة، وبعدين أضفت الصلصة اللي طلعت في القدر مع الدجاجة فوق البطاطات، ومن ثم غطيته مرة ثانية بالرز مشان يستوي البرياني. فوق القدر على حسب الرغبة حطيت كركم.